السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع النهارده صغير ولكن هو مهم جدًا، وهنتعلم فيه إزاي ننزّل نسخة مايكروسوفت ويندوز من الموقع الرسمي نفسه، مش هنقعد ندوّر وما نبقاش عارفين ننزّلها منين أو ناخدها من مكان يبقى فيه crack أو معدّل، لأ هناخد النسخة الpure من مايكروسوفت نفسها. بالأخص ويندوز 10 الناس ما بتعرفش تحمّله أو بتدخل على الموقع ما بتلاقيش ليه تحميل، فهنتعلم إزاي نحمّله النهارده من مايكروسوفت نفسها. هنيجي ندخل على المتصفح بتاعنا على جوجل عادي، وهتبتدي تكتب هنا في البحث ويندوز وتكتب مايكروسوفت عشان يدخّلك على الموقع الرسمي بتاع الشركة، وهنكتب 10 عشان إحنا عايزين ويندوز 10. خلاص، نيجي ندخل هنا على داونلود، بنلاقي عندك هنا موجود الداونلود دي. طبعًا أنت لو جيت دوست على دي بينزّل لك أداة صغيرة تسطّبها عندك، تبقى مساحتها بسيطة وبتبتدي تحمّل لك النسخة من الأونلاين. طيب افرض أنت عايز النسخة تبقى معمول لها يعني تاخدها نسخة ISO وتتحرق على الفلاشة عندك بحيث إن يحصل مشكلة في أي وقت تقدر تستخدمها أو تستخدمها لجهاز حد تاني، فتبقى نسخة معاك. فهنا للأسف الموقع الرسمي ما بيدّيكش أي اختيار إنّك تعمل داونلود بالطريقة دي. فإحنا هنعمل تريكاية بسيطة تخلّينا نقدر ننزّل النسخة دي، نحرقها وتبقى موجودة عندنا على الفلاشة، نستخدمها للجهاز بتاعنا في أي وقت. طيب أنا هنا وأنا على الموقع الرسمي بعد ما دخلت وأتأكد طبعًا إن أنا داخل على microsoft.com من هنا من فوق من الشريط، في الجزء ده كده، هاجي أبتدي أعمل حاجة. عندي لو دوست هنا في أي مكان فاضي أو في أي مكان في الشاشة كليك يمين ودوست inspect هتفتح لي الشاشة دي. طيب هل في اختصار تاني؟ في اختصار تاني إن أنت ممكن من الكيبورد على طول تدوس F12 هتلاقيه فتح لك الشاشة دي، فسواء دوست كليك يمين أو F12 هيفتح لك نفس الشاشة. طيب لمّا الشاشة دي بتفتح باعمل إيه؟ في حاجة في التابات فوق هنا حاجة اسمها network، تابة اسمها network باختارها، بادوس عليها، بعد أمّا بادوس عليها بامشي يمين شوية كمان بالاقي 3 نقط فوق بعض، بادوس عليهم وبابتدي أنزل تحت عند more tools تظهر لي قايمة تانية أدوّر على حاجة اسمها network conditions. يبقى سريعًا تاني أنا موجود هنا في الصفحة أدوس F12 أو كليك يمين أدوس inspect. طبعًا الكلام ده موجود في أي متصفح، يعني سواء أنت بتستخدم ده بتستخدم يعني متصفح اللي هو brave بتستخدم جوجل كروم، موزيلا فايرفوكس أي حاجة، تمام. باجي أفتح الصفحة دي أروح جاي داخل على network ومن network باروح دايس على ال3 نقط ومن ال3 نقط more tools واختار network conditions. لمّا باختارها بتفتح عندي الصفحة دي تحت، يعني الصفحة دي ما بتبقاش موجودة، لو أنا جيت قفلت بيبقى على صفحة الكونسول، لمّا آجي أختارها تاني هتلاقي الصفحة دي ظهرت تحت. ركّز عشان ما تفتكرش إن ما حصلش حاجة، هي ظهرت لي هنا تحت. التركاية بقى بسيطة جدًا، أنا بابتدي أعمل إيه، باشيل العلامة هنا من عند use browser default باشيلها، وباجي أختار هنا، هو هنا ممكن يبقى محطوط على أي حاجة أو معمول كده custom، أنت هتيجي هنا تختار مثلًا وليكن BlackBerry BB10. بعد ما بتختار BlackBerry BB10 مهم جدًا تروح عامل refresh، تيجي تدوس هنا كده على العلامة بتاعة الrefresh شايفين الماوس فوق هنا، أو تدوس F5 هيعمل لك refresh. وأنا فاتح الصفحة دي زي ما هي، أنا عايزكم بقى تاخدوا بالكم ده الحاجات اللي موجودة عندنا في الصفحة أهي، ما فيش أي download. بعد أمّا عملت الحركة دي مجرد إني أعمل refresh هاجي أبُص ألاقي الصفحة عندي اتغيّرت. طيب أنا في ناس هتيجي مثلًا تيجي تدخل تقول لي والله أنا الاختيار ده مش عارفة أختاره، ما تنساش شيل علامة الصح، لإن الاختيار ده مش بيتشال أو مش هتعرف تستخدمه من غير ما تشيل علامة الصح. طيب مجرد ما عملت refresh الصفحة دي ظهرت عندي، خلاص هاقفل ده، الموضوع خلاص بقى سهل. جاي هنا بيقول لي أهو والله إحنا هننزّل ويندوز 10 2023 بالupdate آخر update من مايكروسوفت نفسها. بيقول لي هنا اختار الedition، طبعًا هو ما فيش غير الويندوز 10 وهيعملها لك بصيغة الISO تقدر تحرقها في أي حتة، تحرقها يعني تسطّبها أو تنزّلها، تفرد ملفاتها على الفلاشة عندك وتستخدمها في أي وقت. هاقول له والله أنا عايز Windows 10 تمام confirm. هيحمّل معايا هنا مش هتاخد دقيقة، هيفتح لي بعدها يقول لي طب والله إيه النسخة دي أنت محتاج اللغة بتاعتها إيه. طبعًا أنا يُفضّل إنك دايمًا تختار الإنجليزي وأغلب الناس شغّالة كده، بس لو أنت حابب إن النسخة بتاعتك تبقى عربي ومتعوّد عليها ممكن تختار عربي، فأنا في حالتي هاختار الEnglish United States وأقول له confirm. بعد أمّا أقول له confirm هالاقيه جاب لي لينكين للdownload، وطبعًا download هيبقى سريع جدًا لإنه من السيرفرات بتاعة مايكروسوفت، فلو النت عندك كويس هتلاقي الدنيا نزلت بسرعة. خُد بالك النسخة هتبقى في حدود 5 جيجا أو أزيد من 5 جيجا، فتبقى عامل حسابك إنك هتقعد وقت شوية لو النت عندك ضعيف. طيب هو هنا قبل ما أدوس على الdownload مدّيني اختيارين، إن أنا أعمل download 64 بت أو أعمل download 32 بت. طب أنا أختار أنهي؟ المنطقي وأغلب الأجهزة الجديدة كلّها إنها شغّالة 64 بت، تمام. فالأفضل ليك لو أنت جهازك مش ضعيف وفي الغالب طالما هتقدر تشغّل Windows 10 فجهازك كويس هتختار ال64 بت، ده بيبقى على حسب البروسيسور نفسه. هاجي أدوس هنا كده download هيبتدي يحمّل معايا، لو أنتم شايفين أهي مساحتها 5 جيجا 71 رابط مباشر.
حتى خلّونا نبتدي التحميل عشان أوريكم إن سيرفرات مايكروسوفت كويسة. هاجي أبُص هنا ألاقي التحميل شغال معايا بأقصى سرعة نت عندي، أنا عندي النت بيقرّب من 4 ميجا في الثانية، قدامها 25 دقيقة، تنزل معاك النسخة تقدر تحرقها على فلاشة في أي وقت وتعمل فيها اللي أنت عايزه. لو عندكم أي استفسار أو أي حاجة تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتات، إن شاء الله الفترة الجاية هنعلن عن كورسات كتير، أولهم هيبقى كورس إزاي تنشئ موقع إلكتروني. الفيديو هينزل قريب، أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.